بين العقل والجنون شعرة فرح أو شجن، نجاح أو فشل. وقتها بتكون زيارة المصحة قرار مصيري. مين فينا عنده الجرأة لزيارة المصحة النفسية؟ عمرو رمزي، أهلا بيك في المصحة. اهلا بيكي. يعني ريتني ما جيت. ليه بس؟ يعني محدش يحب يروح المصحة اكيد. يعني أول مرة تدخل مصحة؟ انا دخلت تصوير ودخلت مع اصحابي ودخلت يعني مع ناس تانية، يعني انما عشان نفسي لا، ما دخلتش مصحات. احنا دلوقتي في مرحلة الاستقبال، وهي مرحلة كتابة ملفك الشخصي بالمصحة. محتاجين منك إجابات سريعة وبدون تفكير. جاهز. انت محامي ولا مخرج ولا مذيع مقالب ولا ممثل؟ انا واحد بحب الفن بصرف النظر عن الفن اللي انا بعرف اعمله. يعني بصرف النظر انا بعرف اقدم، امثل، اخرج، الحاجات دي كلها. انا طبعا مش محامي، انا محامي فاشل جدا يعني. لكن خلينا في الفن. يعني انا بحب حتى اللي بيعملوا فن وانا ما اعرفهمش. اي حد بيعمل اي حاجه بيحول الحاجات اللي ملهاش طعم او اللي طعمها عادي الحاجه طعمها مش عادي، ده فنان. انا بحب المنتج بتاعه وبحبه هو شخصيا بناء على كده. فهي الفكره انا بعمل ايه؟ انا يعني بعمل فن وبتذوق الفن، وده اهم. لو في فنان ما بيتذوقش الفن عمره ما هيبقى فنان كويس. ناوي تكمل كمان في اي اطار؟ بصي، هو ده موضوع مهم. يعني هو الحياه اللي احنا فيها دي مش مخلياك تعرف تحددي حاجه. يعني الظروف بتاعت شغلنا ما هياش ثابته. فالحل انك بتعملي ايه؟ بتبقى عامله زي السوبر ماركت. البضاعه اللي بتقدري تحطيها عندك والناس تشوفها وتقبل عليها بتبيعيها. بس انا مركز في الاساس على فكره التمثيل او تقديم البرامج اللي فيها تمثيل. لكن انا اشتغلت مخرج وانا طول الوقت عيني على فكره ان انا ابقى قدام الكاميرا مش ورا الكاميرا. نجحت جدا في تقديم برنامج حلهم بينهم. بعد كده انت فين؟ هي دي مشكله، انه نجحت جدا في حلهم بينهم، ورطني خلاص، جاب لي عقده. عشان كده جاي المصحه. ادي اول عقده اهو. خلاص، عقده حلهم بينهم. فحلهم بينهم جاب لي عقده اللي هو انت هتعمل ايه بعد كده. بيطلع لي بالليل، انت هتقبل ده؟ انت هتوافق على كلام الناس دي؟ انت هتعمل في نفسك كده؟ حاجات كده. علشان كده اتجهت للتمثيل؟ لا، هو التمثيل كان حلهم بينهم. انت لو تاخدي بالك طبعا التمثيل حلهم بينهم كله تمثيل. هو انا يعني ما سألتش واحد من ضيوفي سؤال بتاع مذيعين. دي كلها يعني قلش وتمثيل واسئله مستفزه ومواقف بتتعمل وحاجات كده. فهو حلهم بينهم كان بدايه التمثيل. طيب انت ما نجحت جدا في تقديم البرامج، ليه ما خدتش فتره تفكر في فكره قويه تستثمر النجاح كمذيع واتجهت للتمثيل؟ يمكن دي كانت غلطه، بس العروض اللي جات لي وقتها كمذيع جات لي مقترنه قوي، مربوطه بفكره الاحتكار. فكره هتشتغل معانا مذيع ومش هتعمل اي حاجه في اي حته تانية. يعني شركه كبيره وقناه كبيره موجوده في مصر وشغاله حتى الان خلاص. قالت لي احنا عايزينك معانا بس شرط ما تمثلش. فقلت لهم في المشمش. يعني اذا كنت انا بعمل كل الليله دي عشان امثل اصلا. فرفضت طبعا. ووقتها بقى جالي موضوع السيت كومز ورا بعض، كافيتشينو في حرمت اول الجزء الاول في الجزء الثاني. عندنا محاولات فرديه، لكن صناعه النجم احنا ما عندناش في مصر صناعه نجم للاسف. يعني عندنا زبركه سيستم. مش غريب ان والدك ازهري وتدخل الفن؟ اولا والدي كان راجل وسطي جميل، ورغم انه كان مدرس وشديد وناظر مدرسه بعد كده، الا انه كان راجل وسطي. كان بيحب حاجات كلها ليها ميول فنيه. يعني كان ساعات يكتب شعر، مزيكا بيسمع. يعني من صغرنا عندنا كاسيت بيك اب اسطوانات القديم، عندنا كاميرات تصوير فوتوغرافيا في البيت. فشخصيه قريبه قوي من يعني شخصيه تقولي بتستطعم الفن قوي. فطبعا هو انا لما جيت امثل قلت له انا همثل، فقال لي ماشي. ما اعترضش؟ ما قلقش؟ ما قالكش طب ليه؟ قال لي يعني ليه؟ قلت له ملهاش ليه، انا حاسس ان انا بمثل، وانتوا طول عمركم تقولوا انت بتمثل وانت هتطلع ممثل. وجدتي كانت تقول لي بتمثل عليهم كتير. طبعا. وتيتا كانت تقول لي انت هتطلع رقاص. فاهمه؟ يعني ما هي مش عارفه تقول لي ممثل ومش عارفه تقول لي يعني هتطلع يعني. فكانت دايما تقول لي هتطلع رقاص. لا، ايه رقاص دي يا تيتا؟ يعني ايه رقاص؟ في رقاصه، لكن ايه رقاص دي؟ خلاص. طب عمرو رمزي ليه بيقابل النقد بسخريه؟ حصلت يعني
مش حصلت فاكر. معاك في احد البرامج، اه حد عمل مداخلة تليفونية وقال لك انت فشلت كمذيع وكمخرج، اه قلت له انا هبعت لك السي في بتاعي. اه يعني مكلفه خاطرك تتصلي ببرنامج تقولي لي انت فاشل يعني؟ ما كانتش داخله دماغي، عشان كده كنت بهزر يعني. مم. ساعات بيحصل حاجات ما بتأيدش حريتك، بس بتخليكي تقولي هو الراجل ده بيعمل كده ليه، او الست دي بتعمل كده ليه. يعني تبقي بتاكلي كبده فحد بيصورك فيديو انت بتاكلي كبده فيديو، يعني ليه فيديو؟ يعني وايه الفكره انك تصورني وانا باكل؟ والله بجد. او ان حد مثلا انت في مع اصحابك مثلا في بسين ولا في بحر ولا بتاع، فحد بيصورك برضو انت في البسين او في البحر يعني. تعمل ايه مع الحاجات دي؟ تتصرف فيها ازاي؟ لا مع الحاجات دي بحاول قدر الامكان ان انا يعني اكون يعني واضح بس لطيف. اللي كان بيصورني وانا باكل قلت له يا عم انت هتستفيد ايه وانا باكل؟ يعني اخلص اكل وتعالى نتصور سوا. فقال لي لا انا ماشي دلوقتي. قلت له طب يا عم انا اقوم انا اتصور معاك انت دلوقتي. وخدت من ايده الموبايل واديته لواحد تاني صورنا، واديت له الموبايل سلمت عليه ومشي عشان اعرف اقعد اكل مثلا. في البحر بقى والكلام ده كله بقى يعني قدر الامكان بحاول اللي بيعمل كده بشاور له ان هو ليه. اصل انا بقول له دايما بالعكس، هو انا لو صورتك انت وانت بتاكل او بتعوم كده هتبقى مبسوط يعني؟ ايه اكبر ازمة نفسية تعرضت لها في حياتك؟ هو اكبر ازمه نفسيه كانت في ثانويه عامه يعني. الفتره دي بيبقى الواحد فيها مش عارف يحدد، وبيسيب كل حاجه لاهله يحددوا له. فهم حددوا لي اخش علمي، وانا طبعا كنتش عايز اخش علمي، كنت عايز اخش ادبي، او اللي انا فاهمه ان انا ميال للحاجات الادبي اكتر. لكن هم كانوا عايزين بقى اطلع دكتور او اطلع صيدلي بقى، والحاجات دي اللي هي اللي بتجيب فلوس دي. فكانوا مصممين يعني. فدخلت على مزاجهم، بس ما كنت طول السنه في حاله نفسيه مش مظبوطه خالص، ومش عارف اذاكر وحاسس ان انا غبي وحاجات كده. فدي كانت سنه صعبه قوي بالنسبه لي يعني. تعاملت مع الازمة دي ازاي؟ انا مش عارف احدد. وبعدين حتى السؤال اللي هو طب انت عايز تخش ايه وليه، فانت مش عارفه تجاوبي. وحتى لو انت متخيله ان جواكي فن ولا حاجه، هتجاوبي ازاي على موضوع الفن ده؟ يعني تقول لهم عايز اطلع فنان، يعني ايه فنان؟ الحاجات دي فعديتها ربنا سبحانه وتعالى يعني. اللي انا فاكره ان هو يعني اداني صبر كده عديتها. وبعد كده بقى اما دخلت الجامعه بداوا يتفهموا بقى ان انا ليا ميول معينه وهمشي فيها، يعني همشي فيها. فكرت تروح لدكتور نفسي؟ كتير. رحت؟ لا. ليه؟ لان اكتشفت ان اللي انا بشتكي منه بيبقى دايما انا السبب فيه. زي ايه؟ يعني فهمي انا للحاجات، اندفاعي انا، رغبتي انا الشديده في حاجه فمش شايف حاجه تانية جنبها. لكن في النهايه الحمد لله كنت بقى يعني بشويه صبر وثقه كده كنت بكتشف ان الموضوع ابسط يعني الحمد لله. طب ما فكرتش حتى تروح كمحاولة للتفريغ النفسي؟ اروح لحد؟ لا، بكتفي بالاصحاب، نرغي مع اصحابنا، ندردش، نهزر، نتكلم، اتفرج على حاجه كوميدي، اقرا كتاب لطيف. بكتفي بالتفريغ من المنطقه دي. انما مجرد اروح احكي لحد او كده، انا بطبعي عندي شويه كسوف كده او خجل يعني، ما اعرفش احكي قوي لحد ما اعرفوش. هروح للفقرة التانية وهي اسمها جوه العنبر. تمام. محتاج تكون أكثر صراحة وعندك مبررات قوية جدا لحاجات حصلت في حياتك. ربنا يستر. لو سناء منصور اللي دخلتك التلفزيون المصري ما كانتش موجودة، كنت هتبقى فين دلوقتي؟ لو ليا نصيب اخش التلفزيون المصري كان ربنا هييسر لي اي حد يدخلني، اي حد في عقليه مدام سناء منصور، او اي حد في الوعي ده. لكن ممكن ما كانش خالص ادخل التلفزيون، وبرضه طريقي يترسم بشكل معين، واروح لبرنامج او اروح لبرضه المسلسل كبير او اروح لحاجه ويحصل بنفس النصيب. انما هي لو مش موجوده لا، كان في حاجات كتير قوي هتفرق. ابسط حاجه كنت هفضل موظف صغير في مركز القومي للسينما وقتها. هل تحول التلفزيون لمقبرة للعاملين فيه؟ والله ما اقدرش اقول كده، لان التلفزيون افاد ناس كتير قوي، ظهرت على شاشته واتنقلت من شاشته لاماكن تانية. والتلفزيون طبعا ضر ناس او ما نفعش ناس. ده حصل وده حصل يعني. حصل انه ضر ناس وحصل انه ما نفعش ناس. انت بتتكلمي في نظام سابق كان ضايع وعنده هدف واحد وما يهموش اي حاجه في الدنيا اكتر من تسكين محاسيبه وقرايبه ومعارفه والكلام ده. في وسط ده كان بيحصل ناس ما هياش لا محاسيب ولا قرايب. زي انا حاليا كده، راجل ابويا ناظر مدرسه في المنصوره وما اعرفش اي مخلوق في الميديا. كان بيحصل حاجات يعني. لو طلب منك تقدم برنامج في التلفزيون المصري توافق؟ حسب الامكانيات. يعني اذا كان هيوفروا امكانيات تخليني اقدر اقف قدام اي برنامج تاني انافس، ما عنديش مانع. التلفزيون المصري طالبك برد راتب 4 سنين؟ لا، هي كان في مشكلة أيام فترة حكم الإخوان في مصر، إن هم كانوا بيحاولوا يصفوا مجموعة من العاملين كده عشان يحطوا كوادرهم مكانهم. فكانوا بيتلككوا لأي حد بأي كلام،
لكن الحقيقه لما حصل تحقيق في الموضوع ده وانا رحت التلفزيون وما زلت بروح، يعني زمايلي ورؤسائي وقيادات القناه قالوا الراجل ده اصلا كان بيجي ويطلب شغل، واحنا اللي كنا نقول له احنا ما عندناش شغل ولا فلوس. طب اشمعنى انت يا عمرو اللي حصل معاك كده؟ في كتير جدا ما بيشتغلوش جوه المبنى. ما اعرفش، ما عنديش مبرر، يعني الناس بتقول لي غيره، ناس بتقول لي مش عارف ايه، انما مش انا لوحدي برضه، ما حصل شكاوي ضد ناس تانية بتشتغل بره. ولا يمكن عشان انت المشهور فيهم؟ لا، انا خدت الموضوع بجانب تاني خالص، يعني انا خدت الموضوع، انا والله الناس كقناه فضائيه استضافوني على مدار الكام سنه اللي فاتوا اكتر من 20 مره، وعمري ما قلت لا. فده اقرار منهم بنجاحي. كون ان واحد فيهم مزاجه او دماغه ودته ان هو يقول يشتكيني ده 4 سنين وما جاش، والحكايه والروايه، خلاص دي قصه هو بقى يعني ايه مسؤول عنها. انما الحاله العامه الناس مقرة بيا وفرحانة بنجاحي واصحابي واخواتي فده حلو يعني. برنامج حيلهم بينهم خلاك تشوف النجوم بشكل مختلف. مظبوط. شفت ايه؟ انا اللي شفته من النجوم ما اعتبروش كل الجوانب في شخصية النجوم، ولا ينفع الجمهور يعتبر ده، لان في النهاية احنا كنا انا والجمهور بنلعب لعبة عليهم، بنستفزهم علشان نبين ردود افعالهم ايه. في النهايه ده جانب مش كل الجوانب، وانا بالنسبه لي كانت لعبه، ما كانتش كل الحكايه إن اللي حصل ده كله، والناس تقول لك ده بيكشف الممثل، وده يقول لك بينت لنا مش عارف. لا مش حقيقه طبعا، انا كنت بعمل برنامج فاني وخلاص، ولا اعرف انه هينجح النجاح ده بتاع ربنا يعني. بيقولوا ان النوعيه دي من البرامج بتبقى متفبركه وبيبقوا النجوم عارفين. ردك ايه؟ لا، انا ما كانش عندي حاجه معروفه ومتفبركه، انا قلت الكلام ده قبل كده، ان انا عندي ضيوف اذكياء. ممكن جدا ضيف يحس في وسط الحلقه ان في حاجه غريبه، لان اكيد لما اقول لاحمد بدير يا احمد مثلا، او اقول لخالد صالح الله يرحمه انت فشلت في السينما فجيت التلفزيون، فشل في السينما وكان مكسر الدنيا في السينما، ففي حاجه، في بلوف في الموضوع، في حاجه، في لعبه، هي ايه هو مش عارف. ما اقدرش اقول ان هو عارف ان في مقلب وحيلهم بينهم، وان ده عمرو رمزي ده بيعمل مقلب، يعني استحاله يعني. لكن مين من النجوم اللي حسيت ان هم كشفوا المقلب؟ اعتقد ان في حد زي مثلا احمد بدير كده في وسط اللعبه كده حس ان في حاجه مش طبيعيه، ايه هي يعني ما قدرش يعرف يعني. وكان وقتها على فكره كان برامج المقالب مش منتشره، فما حدش جه على باله ان ده مقلب. شايف ان رامز جلال سرق منك الملعب في الوقت ده؟ لا، وانا مش صاحب الملعب، ما كان في قبل كده اسماعيل يسري، وكان في قبل كده الله يرحمه حسين الامام، وكان في ناس كتير جدا مع حفظ الالقاب يعني، وابراهيم نصر طبعا. بس البرنامج ده كان مختلف. ماشي، مش يعني، بس فكره المقلب او الكاميرا الخفيه مش ملك عمرو رمزي، واخده بالك، مش عشان خدت قرار ان انا مش هعمل فالناس كلها ما تعملش. شايف ان مين فيهم تفوق على حيلهم بينهم؟ انا بحب حيلهم بينهم، فافضل يعني بحبه، مش شايف ان حد تفوق عليه. خلاص، شايف انه ملعب لوحده. حيلهم بينهم برنامج اتباع حوالي 40 مرة خلاص على كل القنوات، فهو اعتقد واخد طعم مختلف وده ملوش علاقة بنجاح حد تاني، احنا ما كنتش بنافس حد ده يعني. لا، قصدي على المحاولات اللي جت بعدك. المحاولات اللي جت بعديه ناجحة وعاملة ضجة وكل حاجة وبتاع، وده مشروع، ده امر مشروع. انا عملت فيلم كوميدي فمحدش يعمل في الكوميدي، انا عملت دور ظابط فمحدش يعمل ظابط، انا غنيت لمصر محدش يغني لمصر، مش منطق، مش بس. تجربتك في السيت كوم، انت قلت لي انت بتحب المجازفة لأبعد مدى. الشغل في الوسط ده اجتهاد بس ولا محتاج علاقات كمان؟ اجتهاد وعلاقات وحظ وان الذوق العام يعني يخدمك وتوفيق في الاخر من ربنا سبحانه وتعالى. شايف ان العلاقات الشخصية بتسيطر اكتر على الوسط؟ بصي، هو مش على الوسط، خلينا واضحين مع بعض. العلاقات الشخصية بتأثر علينا نحن العرب بشكل عام، هي ماشية كده، واخده بالك، إلا هي ماشية كده إلا لو كان في مخاطرة شديدة تقتضي بقى إن الناس تقف وقفة، يعني يقول لك لا احنا المرة دي هنختار اللي فيه مصلحتنا، مش هنمشي ورا العواطف، هنختار كذا. بس ده صعب، لأن الشغلانة دي شغلانة عواطف. تفتكر إن فرصة النجاح الحقيقية بالنسبة لعمرو رمزي لسه ما جاتش؟ لا، الحمد لله، انا راضي عن كل اللي حصل برغم طمعي، بس انا راضي عن كل اللي حصل. ما اقدرش اقول ان فرصه حيلهم بينهم مش مقنعه ولا مرضيه، ما اقدرش اقول ان فرصه حرمت يا بابا مش مقنعه ولا مرضيه، ما اقدرش اقول ان فرصه نجا عطا الله مش مقنعه ولا مرضيه، ما اقدرش اقول ان اسد سينا مش مقنع ولا مرضي. لا، بقى مجنون. هنروح للفقره الثالثه. احنا دلوقتي في فقره العلاج الذاتي. ايه انواع المسكنات اللي استعملتها في حياتك؟ ما بحبش المسكنات، بس بعمل ايه، بتوه يعني، عارفه يعني، الهي نفسي عن المشكله.
ازاي؟ يعني اعمل اي حاجه تانية. انا عندي مشكله طالما حالا ما اتحلتش وكده، مش لازم اموت لغايه ما تتحل، لكن ممكن اشغل نفسي باي حاجه تانية لغايه ما تتحل، ممكن الهي نفسي بحاجه تانية لغايه ما تتحل. حد محترم، اصدقاء، صديق محترم جديد، كتاب، ايه تاني، مين اكتر حد بتشتكي له همومك؟ امي. اكتر حد كاتم اسرارك؟ امي. واكتر حد مسبب لك ازعاج؟ اكتر حد مسبب لي ازعاج الفساد. امتى بتقفل على نفسك باب اوضتك؟ لما اكون دمي تقيل، لما اكون ماليش مزاج اخرج، ولو خرجت هيبقى دمي تقيل. لما اكون بس ده ما بيستمرش كتير بصراحه. لما اكون مثلا عايز اكتب حاجه، عايز اركز في حاجه، داخل شغل جديد وعايز افهم الدور كده بجد، بقعد مع نفسي. اسمك يعني كلمه بيقعد مع نفسه، وبقعد مع نفسي بجد. اطول فتره قفلت على نفسك فيها باب اوضتك كانت قد ايه؟ لا ما فيش، يعني ممكن يبقى يعني نص يوم وانام، يعني اللي هو ادخل العصر كده اقعد اشتغل لغايه لما انام، فنام تاني يوم اصحى. يعني امتى بتتعصب؟ اما الاقي حد بيفتري على حد، لما الاقي حد بيستغباني. احنا في الفقره الرابعه وهي فقره النقاهه. تمام. امتى هتعترف انك كنت غلطان في خطوه في حياتك اخدتها؟ لا بعترف. عملت برنامج بعد حلهم بينهم وما نجحش، بعترف واعترفت بيه وانا بصوره. انا كنا مختارين صح، فكره كويسه، ولكن شركه الانتاج طلعت مش مظبوطه، وبالتالي بقت فرص عرضه مش كويسه. فزي ما بقول لك، بقت شركه مش كويسه، فرص عرضه مش كويسه، فكان واضح انه مش هينجح. رجعك خطوه لورا؟ لا، وقفني مكاني. ما هو لو رجعني ما كانش الناس جابتني بعديه امثل حرمت يا بابا ونجي عطا الله والكلام ده. مين اول شخص هتتكلم معاه بعد ما تخرج من المصحه؟ هكلم ناس صحابي دلوقتي موجودين عند، يعني لينا صديق تعبان، فنان تعبان، فهكلمهم بس اطمن عليه. ده مهم يعني. تحب تدخل مصحة تاني؟ لا كده كفاية. لا كده حلوة قوي. استنونا كل أسبوع معانا نجم جديد في المصحة مع إيمان القصاص.